السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل شوية بصارة عجب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنا جبت ربع كيلو فول بصارة، هعملهم على قد طبقين 3 صغننين كده. غسلته كويس جدا لحد الرغوة البيضة ما راحت. عملت ايه هنا تاني يا نونة؟ حطيت مية قد ارتفاع عقلتين صباع فوق الفول. ايوه، ما تزوديش المية. وحطيت بصلاية وحطيت شبت وكزبرة وكم فص توم وقرن فلفل اخضر صغنن. وخلاص على كده، وهسيب البصارة بتاعتي لحد ما تستوي. اوعي يا حبيبتي يلي اول مرة تعملي البصارة تزودي المية. ده مش عدس ان انت في الاخر تفرميه ويبقى شوربة عدس. دي لازم تكون ختمة في قلب المية بتاعتها علشان تديك القوام الحلو. بعد كده لما تخلص وتستوي وتهدى شوية، ناخدها على شفشق الخلاط. ولو هي تخينة زيادة عن اللزوم بنحط لها ربع كوباية مية أو نص كوباية مية. وفي نفس الحلة غسلناها وحطيتها، وحطيت زيت سخن كويس، نزلت ببصلتين هشوحهم لحد ما يدوني اللون الذهبي. ومعايا بقى التطعيمة الحلوة اللي هتخلي البصارة في حتة تانية. طبعا 7 8 فصوص توم مدقوقين بشوية ملح وكزبرة ناشفة. وبس كده ونقلب لحد ما نوصل للون الذهبي المكرمل الجميل ننشل 3/4 التقلية في طبق بره. وبعد كده نجيب اللي في شفشق الخلاط اللي هي البصارة، نحطها ونقلب كويس. هنا هتلاقي الحلة بتعمل مفرقعات. دب طخ اقفلي النار شوية لحد ما تحطي حاجتك وتقلبي كويس وتاخدي سخونية الحلة. هنا الحلل اللي استلز يعني بتحتفظ بالحرارة جامد جدا. هنتبل بايه؟ هنتبل بملح وكمون وشوية شطة، وايه تاني؟ معلقة صغيرة نعناع ناشف. بس كده وبعد كده تغلي الغلوتين ونصبها في قلب الأطباق ونزينها بالتقلية. وألف هنا وشفا. والبصارة أبسط من كده مفيش وأحلى من كده مفيش. وهي دي كل التركات البسيطة بتاعتها. وفي نص ساعة تعمليها أحلى طبق تاكليه. جنبه بقى بتنجان مخلل، بتنجان بالخل والثوم مقلي، شوية بطاطس، شوية بابا غنوج.